في ديسمبر 2022 في حي العرب ببورسعيد اتبلغت الشرطة بوجود جثة ست في شقتها. الدم كان في كل مكان وآثار ضرب وطعن عنيف في الرأس والوجه، والغريب إن مفيش أي علامات سرقة ولا كسر في الباب. مين اللي دخل؟ مين اللي عمل كده؟ وليه يعمل كده؟ الضحية كانت ست بسيطة، أم عايشة لوحدها مع بنتها اسمها سعاد، معروفة إنها طيبة وبتحب الخير. وبنتها تبقى نورهان عندها 20 سنة، طالبة، وكان الكل بيقول إنها بنت مؤدبة وهادية. لكن اللي حصل في الشقة ملوش أي علاقة لا بالأدب ولا بالهدوء. الشرطة بدأت تراجع الكاميرات حوالين العمارة، ولقوا حاجة غريبة جدا. ولد غريب دخل العمارة قبل الجريمة بساعة، وطلع بعدها بساعتين ووشه كان مرعوب جدا. بدأت الأسئلة: مين الولد ده؟ وليه دخل بيت الست سعاد؟ وبعدين اختفى فجأة. وبعدها جت الصدمة. الشرطة رجعت تليفون نورهان، ولقوا محادثات بينها وبين الولد ده اسمه حسين، عنده 15 سنة، وكان في كلام بينهم. وفي المحادثات لقوا كلام نورهان وهي بتقول: مش قادر أعيش معاها ولازم نتخلص منها. وبعدها نورهان اتفقت معاه وقالت: هندخل نضربها وأنا هكون معاك. إيه؟ نورهان البنت المؤدبة؟ أيوة، هي اللي اتفقت مع حسين عشان يجي الشقة وهي تفتح له الباب ويقتل أمها. يوم الجريمة نورهان كلمت حسين قبل وقت الجريمة بساعتين، وبعد ساعة وصل حسين للشقة. نورهان فتحت له، ونورهان كانت واقفة وشايفة كل حاجة بتحصل، وأمها بتصرخ وبتقول لها: يا بنتي ساعديني. لكن نورهان ما اتحركتش وسابت حسين يضربها بالشاكوش لحد ما ماتت تماما. ولما خلص قالت له: خلصت؟ رد وقال: اه خلصت. وهي ماتت دلوقتي. الشرطة قدرت توصل لحسين وقبضت عليه، وحسين اعترف بكل حاجة. قال: أنا كنت بحبها وهي قالت لي نقتل أمها عشان نتجوز. جاب نورهان عشان يستجوبوها. في الأول أنكرت وقالت: أنا كنت في أوضة تانية ومعرفش مين دخل. بس لما واجهوها بالرسايل انهارت وقالت جملة واحدة: أنا كنت بكرهها، كانت دايما ضد ربنا. القضية اتعرضت على النيابة وتمت إحالتها للمحكمة، وحسين اتحبس 10 سنوات لأنه كان قاصر في وقت الجريمة. كان عنده 15 سنة بس. ونهار اتحكم عليها بالإعدام وهي عندها 20 سنة. بعدها قدمت طعن في الحكم، بس الحكم كان نهائي ومينفعش فيه الطعن. في ناس بتخاف من الناس الغريبة عنهم، بس الحقيقة الخوف الحقيقي من اللي في بيتك. نورهان مش بس قتلت أمها، دي قتلت كل معنى للرحمة، كل معنى للإنسانية. ودي كانت جريمة نورهان المعروفة بقاتلة أمها. لو القصة دي صدمتك